سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم نعطيكم فيديو بعد غياب مدة طويلة. هذا اول فيديو ليا من بعد ما ولدت بنتي. حبيت نعمل معكم هكا نهار كامل تعديوه معايا في شهر رمضان الفضيل. وهذا اول ما بديت به نهاري اليوم. امس دوشت وما فضلتش باش نجبد شعري، كما تعرف الوقت مع البيبي، وكما تعرفوا لاني عندي زوز بيبيات زوز صغار، دونك ما لقاش الوقت. امس دوشت جيت هكا شيحته كهو. اليوم حبيت نجبده وحبيت نشارككم هكا معاكم لاستيس هذه كي تحبوا تخليوا فوليوم في شعركم. ماذا بيكم كيف تجيو تجبدوا تخليوا السخانه هكا تهزوهم من اللوطه كما باش نعمل اني تو، وتهزوا شعركم من الفوق ومن بعد ترجعوا تعملوا الرول كما باش تشوفوها تو. يعطيكم فوليوم في شعركم روعه. والبنات عندي وصفه هيك للشعر تخليه يلمع مش نورمال. اذا كان تحبوا الوصفه اكتبوا لي في الكومنتير نعملها لكم. تخلي الشعر يلمع مش نورمال حتى كي تجبدوه تقعد فيه بريونس طبيعيه محلاها، او كما تشوفوا توا راكم باش تشوفوا باش رجع هيك شعري يكون في فوليم هكا. واني اصلا قصه شعري قصه الفراشه هذيك كل تدريجات تطلع فيه مزيانه على الاخر. او توا فاقت مريومه هكا باش نبدلوا لها دبشها وكل اني تقوم الصباح ما نبدلهاش دبشها، جست معناتها نبدلها ليكوشات. من بعد كيف تقوم من نومتها الثانيه نبدل لها دبشها، نعمل لها هكا تكسيله، نعمل لها مساج، نعمل لها الروتين نتاعها. وتوا تعديت للكوجينه باش نطيب في شقه نفطر. مانيش باش نعمل برشا اليوم حاجات، عندي خاطر كل شيء جست باش نعمل الشرب تاع دس وباش نعمل هيك تارت اكا. هو ذاك شنو باش نعمل، خاطر عندي كل شيء من البارح، عندي مقرونه قعدت لي والكل. حبيت نشارك معاكم اليوم هيك وصفتي في الشربة العدس، بالحق تجي بنينه 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 على الاخر. باش نقطع الخضره متاعي. وتوا باش نتعدى نعمل في البات بريزي، باش نعمل في البات نتاع التارت اللي هي متكونة من 4 مكونات هكا. هو ذوبت الزبدة، ملح، فرينة وماء.
هذه هي التارت البات بريزيل اللي نعملها. ماذا بيكم تحضروها حتى قبل ساعتين بثلاثة هيك، تخليوها ترتاح في الفريجيدير على راحتها، ووقت اللي تجي تستعملوها تجبدوها وتستعملوها. وحبيت نقولكم اللي التارت متاعي معناها البات ندخلها للفور درج 7 دراج، نتوما والسخانة متاع الفور متاعكم قبل ما نحط فيها الحشو. وللفارس متاعي هنا عملت حاجة ساهلة على الاخر، عملت كيما تختوخ طاجين دجاج بصل، حطيتهم في ماء وكركم وفوحتهم معناها فلفل هكا حلو ملح، وخليتهم هيك يطيبوا مع بعضهم، وفي الاخر بالكل وين نشح الماء وسيء زدت عليهم شوية معدنوس، عملت فرماج وعظم. هذه هي الحشوة اللي عملتها، معناها تنجموا تعملوا طن، تنجموا تعملوها بالخضرة، كل حد كيفاش يفضلها. ثم شكون يزيدها الكريم فريش، تنجموا نتوما من بعد تفنوا هكا وتحطوا فيها شنو تحبوا. ما هذه هي الوصفة. وهذه هي التارت كيفاش طلعت لنا، والشربة من بعد ما رحيناها. حاجة نسيت ما قلتها لكمش، من بكري تحطوا فيها ورقتين كلافس هكا في شوية ورقتين، وبرا راهم يزيدوا يعطيوها بنة. وهذا كان الفيديو متاع اليوم البنات، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تكون عجبتكم الافكار اللي عملتها معاكم هكا في العشاء، وهذا نهار معايا في رمضان عديتوه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه على خاطر ان شاء الله جايين برشا فيديوهات، والمره هذه ما عندنا ناوي نستمر في القناه وناوي نبدل في الكونتينيو وناوي ننوع. انتم ما عليكم كان تشجعوني تشتركوا في القناه وتعملوا لايك اذا كان عجبكم الفيديو، باش اني نعرف ان الفيديو عجبكم والافكار عجبتكم نطور. وباي باي، نتقابلوا